مساء الخير، يا رب يكون كل الجميع بخير. الناس اللي بتقول لي يا دكتور هو انا ممكن ابدل النشاط الرياضي اللي حضرتك كاتباهولي، اللي هو مثلا بنقول للحاله ما تمشي مش اقل من 45 دقيقه 3 مرات اسبوعيا، او مشي خطوه سريعه كل يوم 30 دقيقه. هو انا ممكن استبدل النشاط الرياضي دوت لو انا سيده اقوم بشغل بيتي، او لو انا راجل اقوم عادي في وظيفتي، لو انا بتحرك في وظيفتي كتير يعني شغلتي فيها حركه؟ لا طبعا، ده ما يتبدلش بده خالص. ليه ده ما يتبدلش بده خالص؟ لان حضرتك كسيده في البيت انت بتقومي بشغل بيتك، او حضرتك موظف، ده بيبقى اجهاد على العضلات. يعني ان انت حضرتك بتيجي في يومك اخر يومك مجهد، لان ده اجهاد على العضلات. طب لو احنا بنعمل نشاط رياضي، لا طبعا الموضوع بيختلف جدا، لان في النشاط الرياضي حضرتك بتقوي عضلاتك، بلس ان حضرتك بتعمل ريفرش لعضلاتك. والاهم من دوت اللي احنا بنبقى قاصدينه، ان حضرتك لو عندك سيلوليت او ستريتش ماركس او جسمك مترهل، بيشد جسمك جدا جدا. كمان ان حضرتك بتحرق دهون في الوقت اللي حضرتك بتمشي فيه دوت، لان لازم نبقى كلنا عارفين ان احنا بنحرق من الدهون المخزنه لو احنا استمرينا على المشي 85% من دهونك المخزنه لو استدمنا على المشي. عشان كده احنا كدكاتره بنقول لك امشي مش اقل من 3 مرات اسبوعيا 45 دقيقه. يا رب اكون عرفت اوصل لكم الفرق بين الاثنين. لا، المشي او الرياضه ما بتغنيش عن الاجهاد اللي انت بتعمله طول اليوم. ودمتم بالف خير.